بعد صوت صراخ وصياح تعالى في أنحاء البيت بين زوجته ووالدته المقعدة. أخذ والدته بهالسيارة وراح في وجهة غير معروفة. بعد مسافة وقف السيارة على جنب وأمسك بإيد أمه وقعدها على الكرسي المتحرك، ودخلوا مكان ما دخلته الأم قبل هيك. قعد على الكرسي وبلش يسجل بيانات أمه، طلع دفتر هالشيكات من جيبته ووقع على شيك بمبلغ معين أعطاه للمسؤول، ووقف خلص ناوي إنه يروح. بعيون مليانة بالحيرة والخوف والتعجب، الأم بتسأل ابنها قبل ما يطلع، بتقول له ما بدك تاخذني معك يا بني؟ قالها من اليوم هذا بيتك يمه. بعدها بلحظات بتيجي صبية بالثلاثينات وبتقولها أهلا يا خالة، هذه دار الأمان، ومن اليوم إحنا راح نقوم على رعايتك وخدمتك. طاحت دموع الخالة على خدها وكأنها تتوغل داخل دهاليز تجاعيدها، وبلشت تتمتم بكلمات وتقول لو إني بعرف إني راح ألاقي الأمان خارج حضن ابني لكنت أرضعت حليب كلاب ليتعلم الوفاء.